الصوت الصوت ده أداة من عند ربنا، لازم ان احنا نستخدمها بشكل صح وكويس جدا علشان بقى ايه نقدر نتواصل مع الناس بشكل افكتيف. في ناس كتير بتتجاهله يا جماعه، مع ان الصوت ده حاجه مهمه قوي. تعالى بقى عشان تتعلم اي سكيل جديده كده لازم تفهمها هي ماشيه ازاي. في حاجه اسمها كوميونيكيشن اللي هو تواصل بين الناس وبعضها، من ضمنها ادوات عند الشخص اللي هو بيتواصل مع الناس. ادواته دي ممكن تكون كلام بيقوله، صوته اللي بيستخدمه، وفي نفس الوقت البادي لانجوج بتاعته بتاعت الايه، حركات الايد بقى والايموشن والوش والجسم والكلام ده كله. انا عايزك في حته الصوت دي، في حته هتفرق معاك 180 درجه النهارده في حياتك. في واحد بيتكلم يا جماعه ازاي، بيجي يقول لك شباب انا هعمل النهارده فيديو مهم قوي عن الصوت وقوه الصوت واهميه الصوت في التواصل مع الاخرين، والصوت ده حاجه بالنسبه لنا. خلي بالك من الشخص ده وبيعمل ايه، وخلي بالك من التاني اللي هيقول نفس الكلام بيعمل ايه. فاجي اقول لك ازيكم يا جماعه، انا النهارده هكلمكم عن واحده من اهم التولز اللي هي الصوت، قوه الصوت، وازاي نستخدم الصوت بشكل صح يوصل المعنى اللي انت عايزه ويفرق معاك في الكوميونيكيشن مع الناس. فخلي بالك ان الاتنين تقريبا قالوا نفس الكلام. ايه اللي بيحصل بقى علشان احنا نعرف نتعلم؟ بص يا باشا، الصوت عباره عن شويه عناصر كده وادوات، اولها درجه الصوت او الفوليوم. في واحد يقابلك يقول لك ايه، اهلا ازيك صباح الخير عامل ايه طمنا عليك، وفي واحد يقول لك اهلا ازيك صباح الخير عامل ايه طمنا عليك. النقله في الاثنين دول الفرق بينهم في درجه الصوت. درجه الصوت كل ما الصوت كان بيعلى بيدي مؤشر للي قدامك بالثقه بالنفس. فانت بقى جرب قدام نفسك كده طبقات كتير، هتلاقي نفسك بتقول ايه، سلام عليكم، صباح الخير، بعدين كده تعلي تقول سلام عليكم، سلام عليكم، لا سلام عليكم، لا انت بتزعق ليه؟ في حاجه اسمها الطبقه اللي هي البوزيتيف ساوند، ده اللي احنا عايزين نوصل له. فانت تقعد تجرب كده طبقات من الصوت، والتمرين ده عملته مع ناس كتيره جدا في التريننج اللي بديه، وببعد اروح مكان بعيد واخليه يطلع افضل طبقه عنده، فتطلع طبقه كويسه جدا وقويه جدا جدا. فاول حاجه هتشتغل عليها درجه صوتك تبقى اقوى. الحاجه الثانيه اللي هي البيس اللي بنسميه سرعه الصوت. لما تيجي تحكي حكايه، الحكايه دي بتتطلب سرعه معينه، زي انك مثلا كان في مجرمين امبارح في عربيه بيجروا ورايا وفضلت اجري اسرع اسرع وهم يجروا ورايا، فانت عايز ترسم لي صوره السرعه ليها دور هنا في الموضوع. عكس مثلا ما عايز تقول لي امبارح كنا قاعدين ريلاكسد جدا هاديين جدا، طلبنا، عايز توحي لي ان الموقف كان بطيء. سرعه الصوت واحده من اهم الادوات اللي بتعمل فيجوالايز للستوري بتاعتك. فما ينفعش بقى تقول ايه، انا امبارح كنت بحلم حلم ان بيجري ورايا اسد وانا كنت بجري قدامه وبعدين يجري اكتر فانا كنت اجري قدامه اكتر عشان هيمسكني. لا، تعال اقول لك على حاجه ثالثه، البوز او التوقف عند نقط معينه بيدي حلاوه للكلام وبيدي قوه للكلام اللي جاي بعده. زي ما اقول لك انا اهم حاجه عايزك تطلع بيها النهارده الصوت، غير ما اقول لك انا اهم حاجه عايزك تطلع بيها النهارده الصوت. فقدت قيمتها. تعالى كده نبروزها بقى، نحط قبلها سنه بوز كده، ثانيه توقف كده، فنقول انا اهم حاجه عايز اطلع بيها النهارده الصوت. فطالما اتقالت لوحدها كده فبتاخد ايه، قبلها بوز اداها هي قيمه وقوه. النقطه الرابعه الاسترس، انك ممكن تضغط على كلمه في بعض الكلمات فتديها قوه. فلما تقول مثلا ايه، انا اكتر حاجه بهتم بيها الكواليتي اوف برودكت، كلمه كواليتي خدت ستريس زياده عن الكلام فبقت باينه. عرفتوا الناس انا الفيديو ده بيتارجت الناس يا جماعه، اولا اللي بتعمل محتوى على الميديا، الناس المدرسين، الناس الترينرز، كل من هو بيخاطب الناس وطول الوقت بيتواصل. ما ينفعش تبقى انت مدرس مثلا وكل حياتك واقفه قايمه على شباب الموضوع ده بيجي بنحط الذره دي على الذره دي مين في، انتوا عارفين الناس بتعمل كده، الموضوع بيبقى ممل جدا. غير واحد يجي يقول لك شباب احنا لما نجيب الذره دي ونحط عليها الذره دي فيحصل ان احنا نلاقي في تفاعل بيحصل، التفاعل ده بينتج عن. لازم تحسن مهارات الصوت بتاعتك في التواصل مع الناس، لان الصوت لوحده بيمثل 40% من قوتك في التواصل. وفي امثله بقى كتير جدا على الموضوع ده. الناس بتزعل لما وقت الفيديو بيطول قوي فانا مش قادر ادي امثله اكتر، بس انا عايز اطلع ب4 كلمات في الفيديو ده. الحاجه الاولى الفوليوم بتاع صوتك، علي فيه لغايه ما توصل لاحسن طبقه تستخدمها مع الناس. بطل تقول صباح الخير يا جماعه ازيكم يا جماعه، قول صباح الخير يا جماعه ازيكم يا جماعه، علي صوتك. النقطه الثانيه، لو بتحكي حكايه حضرتك وعايز ترسمها معانا وخيالنا والحكايه دي فيها ايحاء بالسرعه، اديها سنه سرعه، او لو موقف هادي وبطيء خليه بطيء. الثالثه، حضرتك اتعود تقطع الكلى،
تقطع الكلام قبل ما تقوله، فتقول واحده من اهم التفاعلات اللي ممكن تحصل دي كذا. الثانيه واقفه دي فرقت كتير جدا. النقطه الرابعه، اتعلم تضغط على الكلمه. زي ما انا مثلا اقول لك الفيديو ده من اهم الحاجات اللي فيه انك تتعلم التوقف عند بعض النقط، فوقفت لك ثانيه فاديتها كلمه. حاجه اخيره بقى معلش اتاكد منها برضو ان حروفك ظاهره للناس واضحه، بلاش اكل الكلام بقى، عشان في ناس صباح الخير محمد محمد. ايه يا عم في ايه؟ ما تتكلم يا عم، وضح حروفك. انا اسمي شريف السواح يا جماعه، انا سعيد جدا ان انا معاكم يا جماعه. ايه الداعي ان انا اقول انا اسمي شريف السواح يا جماعه وسعيد جدا الناس اللي بتاكل في الكلام دي؟ لا لا يا حبيبي، خرج حروفك بالراحه جدا. في تمارين كتير بنعملها على الموضوع ده في التريننج في الكوميونيكيشن علشان الناس تطلع افضل ما عندها. فارجوكم اهتموا بحته الصوت، وخلي عندك شخصيه كده في حته ان يبقى ليك اداء معين ومش تقليد لحد. اوعى تقلد حد، انا عايزك انت، عايزك نفسك، بس عايزك نفسك بشكل افضل. فعرفتوا ليه احنا بنمل من بعض الناس وما بنستقبلش منهم كويس؟ علشان الحته بتاعه الصوت. طبعا في حاجه مهمه جدا بتمثل اكتر من ده بكتير، اللي هي لغه الجسد، ودي ان شاء الله هعمل لكم عنها فيديو مخصوص بعد كده، واشوفكم دايما على خير.